السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في شرح جديد. شرحنا لهذا اليوم عن تطبيق بلي. اليوم راح نتكلم عن الطريقة الصحيحة والحديثة بعد التحديثات الأخيرة، إنه شلون ممكن تلغي الرحلة بكل سهولة وسلاسة في تطبيق بلي. طبعا أنا سبق ونزلت فيديو عن هذا الموضوع، لكن بعض الأشخاص ما واضح عندهم الأمر لحد الآن، فلذلك قررت أسوي عنه فيديو ثاني. لو فرضا فتحنا التطبيق بهذا الشكل ورحت إلى قسم التاكسي مثل ما تلاحظون، وأطلب تاكسي مثلا، أحدد نقطة الوصول والبداية واضغط على طلب وانتظر. طبعا هنا تقدر تضغط أنا مستعجل وتلغي، لكن لو فرضا ظهر لك السائق أنه أنا قريب أو كذا، طلع لك سائق بهذا الشكل وتريد أنه تلغي الطلب، مثل ما تلاحظون ترفع الشاشة بهذا الشكل، تضغط على إلغاء الرحلة بهذا الشكل، تضغط مرة ثانية إلغاء الرحلة بهذا الشكل تأكيدا لذلك. بعدها تحدد السبب اللي أنت بوقتها، شنو السبب اللي دعاك إلى إلغاء الرحلة، وتضغط على إلغاء الرحلة وبعدها راح يتم إلغاء. لكن أمر الرحلة مهم يجب أنه ننوه عليه، مثل ما تعرفون هذه أرزاق عالم، فأنت لا تحاول تلغي الرحلة إلا إذا كنت مضطر لذلك، لأن راح تأثر على رزق غيرك. والنقطة الأولى، كل ما كان يعني الأمر سريع في إلغاء الرحلة كل ما كان ذلك أفضل. وأرجع أنه حاول قدر الإمكان أنه تقلل هذا الأمر، لأن هذا الأمر مو إيجابي، هو بالتالي تأثر على رزق غيرك. هذا اللي حبيت أقوله بخصوص هذا الموضوع. لهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، نلقاكم فيديو جديد. سلام.